اللي رانا ولينا اضحوكه امام العالم. يعني نيلسون مانديلا الاموال اللي صرفت عليه، انا نقول لك باللي هذوك الاموال نقدروا نبنيو بهم 7 ولا 8 ملاعب. ما كاينش، ما نظلوش نهضروا، ما نظلش الناس في لي كونفيرونس دو بريس يبهدلوا فينا. ما عندكمش لي تيران، انتم وين كاين لي تيران؟ وصح كي تبدا تسمع تلقى الصح بلي ما عندناش لي تيران، عندنا لي ستاد الهياكل كاينين، بصح في لاباراتيك باش تبراتيكي لو فوتبول اللي هو وسيله العش ما كاش. دونك لازمنا نحلوا هذه الاشكاليه اون فوا بور توت باش نديروا نقطه الى السطر. انت ما عندكش الملاعب سي با نورمال، انت دوكا لازم هذا المشكل هذا تنحيه ديفينيتيفمون. انت راك مقبل على منافسات دوليه، انت الجزائر بامكانها تنظيم اي منافسه عالميه. سقم لي تيران، ما تقوليش انا العشب هذا راه جاتو الجرثومه ولا البرد بزاف ولا الجنيد ولا فلان دارلو ولا فلان دارلو. دوكا لازم وزاره الفلاحه ووزاره الشباب والرياضه وحتى وزاره اللي كيما نقولوا حنا السكن والاعمار يديروا اتفاقيه ثلاثيه باش حتى نحميو هذا الملاعب، ماشي حتى يحميو، باش يكون كاين شركه ايبيك يديروها ايبيك اللي هي تتكفل بصيانه الارضيه، باسكو المشكل وراهي في الارضيه. هذا روح انت في كل ولايه عندنا ملاعب لي زوبوف معمرين، بصح تشوف الارضيات كارثه. كانت لا مافيا هذيك تاع الطارطون اللي دارت رايها، باسكو هما ماذا بهم اسستي المافيا. انا بالنسبه لي كل 4 سنين كلمه زوج راه ينحي العشب الطبيعي، الوغ كو لو بو فوتبول تاع اونترينور والشيخ يلعب بالون تلعب في العشب الطبيعي. كل 5 سنين تبدل السانتيتيك دير سانتيتيك. كي جاو الملاعب دوكا جداد استبشرنا خير. احنا بلاد كبيره فيها لي زوتيل، فيها شبكه اتصالات كبيره، فيها لي زايروبور لاباس. دوك ارضيه الميدان مازال نهضروا عليها. وعلى جال هذه اللي البرمجه راهي كل يوم من تبالونسا من الزال. نيلسون مانديلا العشب تاعو مازال ما بناه، مازال ما تسقمش. اما كان شكون لا مش فيه صيانه ما بقالوش. يا سي محمد انت باش تدش الملعب بالحجم تاع نيلسون مانديلا وما ديرلوش لو سويفي تاعو الصيانه تاع ارضيه الملعب، انت لا درتو باش نشوفوه تحفه يا اخي، درتو باش الناس يلعبوا به، باش نخسروه. ولا تعيب دوكا اللي يهضروا شو راح نطرح لك سؤال. قال لك انا قلت لهم نروح نلعب ساجوي. من وقت استغلق ملعب نيلسون مانديلا اخر مباراه في البطوله؟ اخر مباراه ليكيب ناسيونال. لا نهضرك عن البطوله، ماشي كانت فريق مولوديه الجزائر اخر مباراه؟ نسيت انا. هاو الاشكال هنا، لانه فيه خرجت واحد الاقاويل. الان خلينا نروح دقيقه برك. تفضل. خلاص دوكا لازم في 2024 نديروا حد لهذا الاشكال اللي رانا ولينا اضحوكه امام العالم. درك انت تجيب دوره دوليه البانيا جنوب افريقيا، درك اليوم هاو يقول لك هاو ديك لا بروف قبه ماتش ديربي او طونسيون حومه وحده كدا مسهرانين على جوست ابري الماتش. تشوف الناس اللي مستكلفين بالصيانه يدخلوا للملعب دير ولاو المباراه خلاص تاع 10 تاع الليل هما يخدموا حتى الصباح، من 10 تاع الليل حتى الصباح. برافو عليهم. دونك حنا نتمناو ما نلعبوش مباراه واحده وراح نلعبوا مباريات اخرى ان شاء الله في ملعب نيلسون مانديلا. هنا لازم وزير الشباب والرياضه الوزاره تبين روحها، مش غير الكرافاطات ونروح ندير المراسم ونروح البروتوكول وكدا نمد الورد وكدا. هنا بين خويا انا نورمالمون مع كل احتراماتي للوزير والوزاره ما نهضرش على الاشخاص. عباك الجزائر باش قويه بالمؤسسات تاعها ماشي بالاشخاص تاعها. دوك انا مانيش نهضر على الوزير فلان ولا فلان، يقدر يكون وزير جمال قال المصالح تاع الوزاره كي يسمعوا هذا الامر كم كيفاه هذا كيفاه هذا ملعب نيلسون مانديلا غير كيما الدشن الارضيه تاعو كذا ملعب وهران تم ابعاد فريق وهران الى احمد صباح. انا شفنا ديك النهار شفنا الخرجه الميدانيه تاع الوزير، نسمعوا في الناس لا والله الارضيه ما شاء الله والحمد لله صفات، بصح في ارض الواقع هاو رانا نعانيو. لازم نحو هذه الامور هذو باش ما نغرقوش في فنجان اسمه العشب الطبيعي. مؤسفه جدا. صوره امام الملعب للانصار بايتين امام الملعب، مزيان جات الصوره قدا باش ما يقولكش تصويره قديمه ولا. الانصار بايتين جو دي بيان باتوا امام الملعب. البطاقه الحمراء دوك لمن نخرجها؟ للرابطه، للاتحاديه، الملعب،
اللي راهو يقدم اللي راهو يدير البرمجه، والله ما فهمت لما نعطيه البطاقه الحمراء. الناس ولا ترقد امام الملعب في 2023، هذا غير مقبول تماما. وحنا عندنا ملعب 5 جويي والله ونلعب 5 جويليه بهذيك الوضعيه، حتى والملعب ليس جاهز 100%. ندير المباريات في 5 جويليه، نديرهم في تشاكير، نديرهم في نيلسون مانديلا، نديهم يلعبوا في قسنطينه ولا في عنابه، وما نجيبش الناس من السطيف ولا من العاصمه يباتوا امام الملعب. ان هذا المشكل الذي طال امده حول وضعيه الارضيات وليس الملاعب. نحن لدينا ملاعب عالميه تفتقد الى ارضيات بنفس المستوى. نحن ضيعنا الكثير من الفرص في خلافات اصحاب القرار فيما بينهم. أصحاب القرار يتنافسون حول الملة وحول ثروات الجزائر، ثم يأتون بعرائس القراقوز كواجهة للمشهد السياسي في الجزائر، ويعني يتمسخرون بالشعب الجزائري. نذكر أن سلمان كان يقول نحن انتهينا من البنية التحتية ونحن الآن ذهبنا إلى ما هو أكبر، إلى علم الفضاء، وأمريكا الآن تستشيرنا في أمور استراتيجية كبيرة، ثم نكتشف أنه لا طريق السيارة أكملوه ولا الملاعب جاهزة ولا أي شيء، في كل الميادين خراب. وثم نتكلم نحن الأفضل، نحن القوة الإقليمية. ها نحن الآن يعني فضحنا بملاعب يعني سيئة، وسوف نرى في المقابل يعني جيراننا الذين نضحك عليهم ونقول بأنهم في حالة يرثى لها وأنهم يعني يغيرون من الجزائر. سنرى ملاعبهم ونرى وحاجة قدركم في لابوبال يحوس. تصيب ان بير دو فامي يجي يقول لك عندي الدواء، مسكين الله غالب عليه يجي يقول لك عندي دواء، لان مسكين ما يجبش يشري خبز. مليون تبني بهم خمسه اللي ستارتيو على لا وتلقى دي جون ثاني تروح تحرق دير حراقه. لا يفو ريفونير شويه لا ريغور هذه بركات. هذا الشيء هذا سي لوطر ارجون، سي لو المود ديال ضحك الخوت الاعلام الجزائري تستوخرج لهم العقل بسبب هذا الشيء اللي وقع على الملعب ديال نيلسون مانديلا، اللي كانوا كيدعيو بانه افضل ملعب في افريقيا، وكانوا كيقولوا بان الملعب ديال نيلسون مانديلا هو الافضل، وبان لا يوجد ملعب مغربي ينافس الملعب ديال نيلسون مانديلا. فهذا الشيء اللي وقع عليه تسبب لهم الخوت في صدمه كبيره، وهذا الشيء اللي خلاهم مصدومين الخوت، علما انه كانوا كيقولوا بانهم بغاو ينظموا كاس افريقيا 2025 وبانهم كانوا بغاو ينظموا كاس العالم 2030 وما عرفتش شنو بغاو ينظموا اخر، وقالوا لك سيدي بانهم كيتفوقوا في البنيه التحتيه على المغرب. فها هما تصدموا الخوت من الواقع ديالهم. ملي كنا كنقولوها لهم كانوا كيقولوا بان هناك مؤامره وكولاسه ضد يعني الملاعب الجزائريه، وبان الكاف كتخدم لصالح المغرب، وبان كاس افريقيا 2025 كان خصو يتعطى للجزائر. المود ديال الضحك الخوت مع هاد الناس هادو ما عرفتش فين كيفهموا الخوت، ما عرفتش مناش كيفهموا الخوت. لهذا بغيتكم تزيزلوا هذا الفيديو باللايكات، ووصلوا هذا الفيديو لاكثر ما شاء الله في لايك، وكتبوا بزاف ديال التعليقات باش نفضحوا عصابه الكبرانات، عصابه النظام العسكري الجزائري الفاسده امام الاعلام العالمي. وصلوا هذا الفيديو لاكثر ما شاء الله في لايك، وكتبوا بزاف ديال التعليقات. وخليت لكم واحد الفيديو خطير بمعنى الكلمه، الرابط ديالو غادي تلقاوه في اول تعليق اسفل هذا الفيديو، دخلوا ليه تا هو، زيزلوه باللايكات وبالتعليقات باش نفضحوا عصابه النظام العسكري الجزائري الفاسد امام الاعلام العالمي.